نقول تاني، أي عربية تحت 100,000 جنيه أو أنت عايز تشتري عربية تحت 100,000 جنيه ما تدورش غير على تلاتة: 128، 131 شاهين، التلاتة فيات. هتلاقي عربيات كتير تحت ال100,000 جنيه بس أنواع مفقودة، يعني مفيش ليها قطع غيار، مش منتشرة، مش موجودة، محدش هيشتغل فيها. فعشان ما تتعبش قلبك، زمان تحت ال100,000 جنيه كنا بنجيب عربيات كتير قوي. دلوقتي في الوقت اللي احنا فيه ده، في الأسعار اللي احنا فيها دي، ما تدورش غير على شاهين 31، 28، وممكن هونداي اكسل، بس هتبقى ب100، ب97، ممكن تكسر ال100. فاحنا نخلينا في الثلاثه دول، وممكن الاكسل. لكن اي حد يجي يقول لك اصل انا هجيب لك هوندا موديل 78 اوتوماتيك، اصل مش عارف نوع اوبل ايه 84، العربيات دي كلها مش موجوده ومش منتشره، وهتلاقي صاحبها عايز يتخلص منها باي طريقه، وهتلاقيه معدل موتورها ومعدل فوانيسها ومعدل صالونها ومعدل فتيسها ومعدل كل حاجه فيها، عشان مش لاقي الاصل بتاعها، لان محدش بيشتغل فيها. لكن الشاهين وال31 وال128 والاكسل الاربعه منتشرين، فانت تدور على حاله كويسه، عشان العربيه لا قدر الله لما يعطل فيها اي حاجه او يحصل لها حاجه، او لما تتخبط تلاقي لها اكسدام، تلاقي لها فانوس، تلاقي لها رفرف، تلاقي لها موتور. لكن تبعد عن العربيات اللي ملهاش اي انتشار في الوقت الحالي. نخش على من 100 ل 150. باختصار شديد، هنجيب اسبرانزا A516، ويا ريت تبقى متعدله بموتور اللانسر اوتوماتيك، ودي هتبقى كويسه جدا، بس مش هتقل عن 140 145. او هنجيب لانوس 1 او 2 موديل 99 او 2000، او دايو جولييت شبه اللانوس من قدام بس هي من ورا هاتشباك، او هنجيب اكسنت من 99 ل 2006، او اكسل بس هتبقى حالتها نظيفه قوي، لان الاكسل اصلا بتلعب في رينج ال 100 او ال 95 او 105. فانت لو كسرت ال 110 او ال 120 هتجيب اكسل حاله ملهاش حل يعني. بس انا برشح في الرينج ده لحد ال 150، يا اما تجيب اكسنت 1500 كامله مانوال او كامله اوتوماتيك، او هتجيب لانوس، او اسبرانزا A516. هي عربيه معظم الناس بتقول ان هي فيها مشاكل، بس انت لو مهتم بيها مش هيبقى فيها مشاكل لو انت عايز عربيه تشغلها، لانها هتبقى موديل حديث 2008 2009 2010. في الفيديو الجاي اقول لكم من 150 وانت طالع.